قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار السلام التعليم. عليكم واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. كنتمنى الجميع يكون بصحه جيده وفي احسن الاحوال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا مذكره وزاريه جديده من وزاره التعليم بخصوص اوقات الدراسه خلال شهر رمضان المبارك. فبالنسبه للسلك الابتدائي، الفتره الصباحيه غادي يتم تاخير وقت الدخول بنص ساعه، والفتره المسائيه غادي يتم تقديم وقت الخروج ب 30 دقيقه. بالنسبه للتعليم الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي، فبالنسبه لجميع ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعه فغتوليو تدخلوا مع 48 دقيقه وغتخرجوا مع 12 بيلا. وبالنسبه للفتره المسائيه غتدخلوا مع 12 ونص وغتخرجوا مع 53 دقيقه، يعني كل حصه غادي يكون فيها 45 دقيقه، وغتكون واحد الاستراحه ديال 10 دقائق ما بين جوج الحصص، وما بين حصه وحصه غتكون فتره ديال الاستراحه ديال 5 دقائق. هذا حسب البلاغ ديال المذكره الوزاريه. بالنسبه ليوم الجمعه فغادي يكون واحد التوقيت خاص بيوم الجمعه فقط، اللي غتوليو تدخلوا مع 38 دقيقه، يعني مع 8 ونص غتدخلوا نهار الجمعه وغتخرجوا مع 11 و50 دقيقه. بالنسبه للعشيه الفتره المسائيه غتوليو تدخلوا مع 41 دقيقه، وبالنسبه للخروج غادي يكون مع 5 مساء. فهذا الشيء اللي كاين متابعينا الكرام، هذا هو التوقيت ديال الشهر رمضان الكريم بطبيعه الحال. فهذا الشيء اللي كاين بارطاجيو الفيديو باش دائما يوصلكم كل جديد اخبار التعليم. تهلاو ليا في راسكم وعواشر مبروكه للجميع.